جزيل واحدة تالتة. أنا عارف إن أنا اتأخرت عليك ووحشتك، معلش هعوضك في الألماني. لو كنت أولى ثانوي أو تانية ثانوي أو تالتة إعدادي فشرح عندك بينزل على اليوتيوب، تابعنا على الفيس واليوتيوب عشان تشوف كل جديد، ولو عندك أي سؤال ابعتولي على الواتس، ابعتولي في التعليقات هرد عليك واشرحه لك على طول. أنا بكم تالتة إعدادي في الوحدة التالتة بعنوان الريبوت. عنوان واحدة اسمه Artificial Intelligence. Artificial Intelligence. Intelligence دي معناها ذكاء. الاسم من صفة intelligent يعني ذكي. لما تقول مثلا انا صاحبي دوت ذكي بتقول ايه؟ my friends intelligent يعني صاحبي ذكي، وصفت ان هو ذكي ديت صفة. intelligence دي الاسم بقى، ذكاء، يا ده الواد ده عليه ذكاء. intelligence. artificial دي معناها اصطناعي يعني مش طبيعي بني ادم زينا كده، لا شيء مصطنع، شيء معمول. artificial intelligence معناها الذكاء الاصطناعي. دي عنوان الوحدة عندك، لكن اصلا الوحدة بتتكلم على الريبوت. دي بالنسبه لموضوع الوحده بكلماتها. بالنسبه بقى للقواعد، انت جايب لك المستقبل. كان نفسي اشرح كله والله، اتكلم عن صوره الاثنين، بس هو جايب لك صوره واحده بس قد كده، تاخد منك تقريبا دقيقتين ثلاثه في الشرح، هنخلصها على طول. يعني كنت اشرح لك الصوره الاولى والصوره الثانيه وايه الفرق بينهم، ويا ترى الفرق ده حقيقي ولا اي كلام. لا هو جايب لك صوره واحده بس، يعني هنوفر حاجات كتيره. تمام، اللي هي ويل. اللي هيحصل دلوقتي ان انا اشرح لك الجزء الاول من الكلمات. يا جماعه قبل ما بشرح الكلمات بعمل لك فقره عن موضوع الوحده كله، فيا ريت الله يبارك لك تسمعها، انها بتاخد مني مجهود كبير وصعب، بتتعبني انا كمان، فانت ما تسيبهاش كده وتمشي. تمام، لان هي فيها محور الوحده كله واهم الكلمات. فقره، بعد كده الجزء الاول من الكلمات، بعد كده بقى نخش عليه المستقبل بتاعنا، القاعده يعني اللي هي ويل. بعد كده ناخد الجزء الثاني من الكلمات، ويبقى كده خلصنا الوحده الثالثه. تعالوا نبدا.